طبعا كلنا عارفين ان شوي البيت مفيش ولا احلى ولا انضف منه، بس بنخاف نعمله في البيت بسبب البهدله والدخان. تعالي بقى النهارده كده هقولك على مكون هترشيه على الصاجه قبل ما تشوي، هيخلصك من اي دخان ومن اي ريحه زفاره. هنعمل النهارده مع بعض 3 كيلو سمك في البيت في اقل من 10 دقايق، وهوفر 60 جنيه كده اهوت. عايزه اقول لكم بجد والله العظيم حاجه البيت انضف واوفر. بصوا كده الجمال السمكيه كده اهوت، القشره كانت بتطلع ولا معفص ولا اي حاجه، ولا عبال ما تروحي بيه تلاقيه معجن، ولا كمان تقفي في السوق تستني دورك عبال ما يجي كده دورك. لا، ب3 جنيه بس كده هوت هتجيبي بيهم رده، وهتشوي بيهم كميه سمك كبيره. والسمك اليومين دول بقى جميل كده ومبطرخ كده هوت. يلا بقى هاتيه كده هوت واعمليه في البيت كده لاولادك. كمان هنعمل مع بعض تتبيله كده هوت في البيت ولا بتاعه المطاعم. يلا بقى كده هوت على طول نبدا بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا ريت الفيديو دوت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا السمك ده كان بيتنطط كده وبيلعب طبعا، بس عبال ما روحت بقى من السوق كده هوت كان ايه ما بقاش يلعب، بس السمكه كده هوت باينه ان هي طازه. بصوا البطروخ بقى ما شاء الله فيها اليومين دولت ما شاء الله السمك مبطرخ وجميل. تعرفي كمان ان السمكه ازاي طازه؟ حتى لو ما كانتش بتلعب بتلاقي السمكيه لسه كده طريه، لحمها كده هوت ايه بيتحرك كده قدامي. مسكته بقى كده السمك شطفته كده شطفة حلوة. ودي الردة الناعمة بجيبها من عند العطار. انا كان عندي في التلاجة، عايزة اقول لكم الكيس ده كنت جايباه ب5 جنيه، او الربع كيلو كان ب5 جنيه. يعني عملت منه مرة واتنين، وكمان عملت منه النهاردة. والنهاردة ما شاء الله جايبة زي ما انتم شايفين كده 3 كيلو من السمك. يعني عايزة اقول لكم بجد يعني كنت هشويهم ب60 جنيه غير ما كنت هقف في السوق يجي ساعة. توقفي على الشوايه يقولك لا لسه استني دورك، وجيت طبعا على ايه؟ من لما استنى دوري ساعة في السوق ما انا اقف اعملهم في البيت. وعبال ما بتعملي حاجة كده في المطبخ يعني انت مش بتقفي جنبه كده وانت بتشوي، انت بتحطي وبتشوفي ايه وراكي في المطبخ، سواء هتحضري بقى خضار، هتقلي بطاطس، هتعملي حاجة، هتكوني انت عملتي السمك ده. المهم ان انا بقى بصوا ايه باخد السمك كده بحطه في الردة كده اهو، مش بحطه بقى كله يعني باخد كمية كده اهو إيه اشويها، وبعد كده ايه احط الباقي. كل حاجه بقى عشان تشوي كده وما يتبهدلش البوتاجاز بتاعك، لازم البوتاجاز بتاعك يكون نضيف، ما يكونش فيه اي حاجه مكبوبه عليه وتسيبيها. هنا بقى المكون السحري اللي بيخلي اللي مفيش ريحه زفاره وبيقلل من الدخان خالص، اللي هو الملح. ورش كده شويه ملح كده على الصاجه. ده صاج قديم عندي كان موجود عندي اي صاج قديم كده اهوت، تخليه كده مخصص للحاجات ديت للسمك وكده اهو، زي ما انتوا شايفين كده. وهوريكم كمان البوتاجاز بعد ما اخلص بحط بقى كده هوت. ولما طبعا اهم حاجه النار تكون عاليه، السمك الشوي بالذات عايز النار تبقى عاليه، عشان لو النار مش عاليه السمك هتلاقيه لزق في قلب الصاج. بقلبه كده هوت، اللي بلاقيها اخدت لون كده بقلبها بالشكل ده لحد ما ايه حمر من كل الجوانب. ولو حسيت برضو بعد ما قلبتها على الجنب التاني ان هي لسه مثلا من عند الراس او من عند البطن لسه بيضة قوي، ممكن اوقفها كده على جنبها شوية كده زي ما انتوا شايفين. بصوا كده اهوت. ومش لازم يعني ان هي تبقى كلها واخده لون، بس برضو تاخدي بالك من الحته اللي عند الراس دي عشان ما يبقاش فيها دم ولا حاجه. خلاص كده الكل اللي هو بلاقيه خد من الجنبين لون بس لسه كده في النص، بوقفه كده اهوت على سيفه او على جنبه، ياخد بس كده يتاكد ان هو استوى كده واطلعه. وطول ما يعني انا شلت كده فضيت مكان بحط على طول مش بستنى. عايزه اقولك مش هياخد معاكي وقت، يعني لو انت عامله كيلو او 2 او كيلو ونص او 3 كيلو زي ما انا عملت النهارده، والله ما هياخد معاكي وقت خالص. انت عبال بس كده ما تعملي شويه السلطه، عبال ما تعملي شويه بطاطس، تغسلي طبقين، هتكوني شويتي السمك اهو. بصوا كده زي ما انتوا شايفين اللي بلاقيها كده هوت لسه في حته مثلا فاتحه قوي، بسيبها كده ايه دقيقتين كده واقفه على جنبها. وخلاص كده هي يعتبر بصوا طالعه بقى معايا ما شاء الله بجد. عايزه اقول لكم والله يعني، وكمان مش شغال الشوايه، مفيش بيت مفيهوش لا الشفاط، مفيش بيت مفيهوش شفاط. بصوا بطلعه بالشكل ده كده هوت، والله واحلى من انضف وانضف من بتاع بره بكتير. بصوا انا خلصت كده بوريكم البوتاجاز، يا دوبك كده في شويه رده بسيط كده، انما مفيش حاجه محروقه، مفيش حاجه لازقه، فيعني بهدله عاديه اللي هي بتاعت اي اكله. المهم بقى انا خلصت كده كمية السمك كلها ووريتكم البوتاجاز، والله العظيم بصوا ما في حاجة لازقة فيه ولا حاجة. هنا بقى بجيب بقى راستهم كده اهوت بقشرها، بشيل بس كده القشرة الخارجية اللي من بره،
وبشطفه على كده اهوت، وبحطه بقى في الخلاط او في الكبة. يعني ممكن تعملي الخطوة دي في الخلاط. بحط برضو قرنين 3 كده من الفلفل، وبحط شوية من الكزبرة الناشفة وشوية من الكمون، ومعلقتين كده كبار كده من الملح وشوية من الشطة. طبعا الحامي ده حسب الرغبة. هنا بقى هجيب بصلاية كده اهوت، متوسطة او كبيرة حسب ما انتوا بقى تحبوا، وقرن فلفل اخرطه كده بالشكل ده، وطماطمتين برضو كده اهوت متوسطين برضو هقطعهم، يعني ايه قطع كده ايه عشوائي كده كبيرة، لان ايه الحاجات دي بتتاكل كده مع السمك كده بتبقى جميلة. خلاص كده انا هقطع بقى كده اهوت الطماطم دي. عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها بتدي طعم حلو جدا لتتبيله السمك. كمان هحط شويه من الخضره دي كده، يعني ايه شويه بقدونس او بقدونس على كزبره بقى براحتك. هنا بقى الحاجات دي ضربتها في الكبه كلها، نعمتهم. ممكن تحطيهم في الخلاط لو انت مثلا ما عندكيش كبه او مكسله تشغلي الكبه، حطيهم في الخلاط، حطي عليهم شويه ميه يمشيهم بس كده اهوت. جبت بقى ليمونتين كده كبار وعصرتهم، واحط شويه من الخل ومعلقه من الزيت كده اهوت، وهنزل عليهم بميه سخنه من الكتل. عايزه اقولك لو انتي عملتي الميه دي ولسه بتشوي، ممكن يعني تطلعي من المي من النار من الصاجه على الميه دي، مش هتحتاجي تحطي ميه سخنه، هيبقى معاكي جميل كده اهو. خلاص كده بقى انا ايه، يعني مش هبل السمك كله مره واحده. لو مثلا ايه هناكله كله هبله، انما لو مثلا هناكله جزء وهيتبقى جزء مثلا لوقت تاني، بسيبه كده ناشف. ممكن يبات معاكي كمان في التلاجة عادي لتاني يوم، او في الفريزر يقعد معاكي فتره. بتحطيه في كيس وتقفليه وتشيليه في التلاجة. وقت ما تحبي تعمليه بتعملي له الميه بتاعته دي، او لو لسه مثلا موجوده هتسخنيها، وبسيبه بقى في الميه كده حوالي مثلا 5 دقايق ولا 10 دقايق يشرب بس من الميه. كل ما بيقعد في الميه دي كده كل ما بيتبل وبيبقى حلو. اهم حاجه تخلي الملح بتاعك مظبوط، لان السمك الشوي بيحب ميه زياده تبقى حادقه سنه كده زياده. عملت بقى معاكم طبق كده اهوت، عايزه اقول لكم وانا من جماله وانا بصور والله اكلت، يعني اكلت كميه كبيره. بصوا ما شاء الله بجد. عايزه اقول لكم ده حلو قوي للناس اللي بتعمل دايت. السمك الشوي ده صحي جدا، لا فيه زيوت ولا اي حاجه، بيبقى جميل جدا. لو حابين بقى كمان في سمك شوي ايه بس بيبقى اكبر شويه من ده، بنفتحه كده وبس. انا مرضيش افتح ده بصراحه لان فيه بطروخ، فمكنتش اقدر استغنى عن البطروخ ده. بصوا البطروخ بتاعه مقلبص كده وجميل. عايزه اقول لكم طعمه احلى من السمك نفسه. بصوا السمك بقى عشان ماشي ومظبوط، القشرة بتاعته بتطلع منه كده هوت على طول، واللحم بتاعه من جوه ابيض كده وجميل. جربوه بقى بالطريقة دي، وعايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات مين اللي بيحب السمك المبطرخ كده زيي. يلا بقى لو بتخافي تشوي السمك في البيت، جبت لك الحله اهو. اهم حاجه كده الخطوات اللي قلت لك عليها، البوتاجاز بتاعك يكون مغسول ونضيف مسح وممسوح مسحه حلوه. الحاجه اللي هتشوي عليها رش عليها شويه الملح دي، وشغلي الشفاط. عمر ما حد هيخش بيتك ويعرف ان انت كنت بتشوي سمك في البيت ابدا. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، وكمان تكتبي لي رايكم في السمك الجميل ده، وايه رايكم بقى في الفكره بتاعه رشه الملح دي، في حد كان عارفها قبل كده هوت ولا لا. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه لو انت لسه ما اشتركتش في القناه. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.